هلو، مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. شكو ماكو. اليوم رجعت لكم بفيديو المسواق الاسبوعي. اني تقريبا قبل اسبوعين هيج رحت سوقت، وهمين نشرت لكم فيديو مفصل عن كل المسواق اللي اخذته، وهمين شرحت لكم شوية عن تنظيم المسواق حتى يصرف لكم. يعني أنا تقريبا كل أسبوعين أخذ كل الاحتياجات، كريوقات، شوية شغلات بسيطة للعشاء مرات يعني واحد يكون مستعجل، وهمينة شغلات للغدا. تمام، يعني أكتب شغلات فقط اللي محتاجتها حتى من أروح للسوق أعرف شنو أني أريد، وما أظل أشتري شغلات أني أصلا ما محتاجتها. تمام، فيلا حبايب خلي أذكر لكم همين الأسعار، لأنه بالفيديو السابق مال المسواق قلتولي يا ريت إنه ذكرينا الأسعار حتى تصير عندنا فكرة. هنا عندنا اللبن سعره 4000 دينار، الجبن اللي نفس النوعية مالته السعر مالته 1000، وهاي باقي الأجبان على 1500. هذا الحليب القطعة ب4 دينار. التوست السعر مالته 1500، هذا من الطاحونة كلش طيب وهش. عندي الباربيكيو صوص ب1400، وأما الصاص هذا تيفاني كان أكو عليه عرض اثنينهم ب1400. وهاي شغلات وسوالف بسيطة للجهال، يعني ما كثرت لهم هاي الأمور. وش اسمه، واخذنا هنا بياض، هاي تشكيلة يعني كاملة من الريوقات، أخذت أجبان بياض يعني حتكفيني تقريبا بالأسبوعين. يعني احنا عددنا قليل، فانتوا حسب العائلة اللي عندكم يعني اخذوا الكمية اللي تحتاجوها لمدة أسبوعين، حتى يعني ما يتخربط عليكم المسواق وكله يتنظم. هنا هذا الجبن الشرائح أخذته واحد ب500 دينار، وذاك الثاني ب1500. وهذا جبن البيتزا نوعيته كلش زينة، جربته من ذاك الفيديو كلش نوعيته خرافية، يموت والطعم مالته كلش طيب. نص كيلو ب3.5 أخذته. والذرة كان أكو عليها عرض، هي يعني هاي الماركة هي والفراولة وهاي الأمور، أنا كنت محتاجة فقط ذرة، فالقطعة يعني هذا تشيس ب750 أخذته. الدجاج سعره تقريبا 6 أو 6.5، أخذت 2. والصوصج همينة أخذت 2، كررته همينة من ذاك المسواق كنت ماخذة من عنده، سعره تقريبا 1500، فهمينة كان أكو عليه عرض فأخذت 2. وهذا رز الوليمة كلش طيب، طلع جربته كلش طيب وسعر جدا مناسب، تقريبا سعره 7.5 أو 8، بس على الأكثر 7.5 ولا ما أتذكر يعني بالقائمة مكتوب. وهنا همين لقيت العرض نفسه بعده على تايت أريال، فأخذت همينة علبة ثانية. هنا منقصي يعني صاير سعره ب5,750. وأخذت هذا جيف منظف مال طباخات نوعيته كل زينة، هم كان أكو عليه عرض القطعة ب1500. وأخذت هذا كلينس ميرال همين نوعيته كل زينة، القطعة ب900 دينار. وهنا أخذت شوية حبشكلات مال مطبخ، كل احنا نحب هاي السوالف، يعني لازم نشتري لنا شغلة شغلتين، يعني ما نقدر إذا ما نطب الحاجة ب1000، مع إنه هي هاي أكثر شغلة تخلي الفلوس تتبذر. فهنا أخذت هذا القوري كلش حلو، سعره همينه كلش مناسب، ب2.5 تقريبا كان. وأخذت هاي الأكياس كلش عملية، كان بيها حجمين، أنا أخذت هذا الحجم اللي يكون على قد هيك ماعون شغلات يعني بسيطة، حتى تحفظون بيها، يعني بدل ما تلبسوها تشيس وما أعرف شنو، فهاي رأسا تاخذون قطعة استخدام واحد وذبوها. وأخذت هاي يعني جفوف مال مطبخ، يعني أنا ما أعرف أغسل الماء إلا ألبس جفوف، وهاي ما أعرف مساحات ما أعرف شنو جهال جايبيها. وأخذت همينة هذا الماج كلش حلو، أخذت 2،
يعني قطعتين، شكله كلش هيجي كيوت مال ماي مال عصاير أو شي يعني بسيط، كلش حلو. شوفي شكله جد حلو، كلش شكله غريب. وأخذت هذا كلينس مال طباخات، همينه نوعيته كلش زينة هذا، يعني جربته وجربت نوعية ثانية قبله همينه كانت زينة، بس هذا أضبط. وهاي طاوة كان عليها عرض ب5.5، كلش حلوة وثقيلة يعني مو ماركة خفيفة تجنن. وهسه نبلش وياكم بالمسواق المخضر. فأني هنا بالمخضر ما أحب أكثر، لأنه تعرفون المسواق يعني بسرعة يخرب، فأخذت هنا تشكيلة خضار يعني ريحان على رشاد على شوية فجل، شكلت يعني. وأخذت حتى باقي المسواق، يعني ما أحب أكثر بيه، أخذ على قد احتياجاتنا. يعني أكثر شي الشغلات اللي أكثرها هي الطماطة والبوتيتا، لأن أكثر شغلات أستهلكهم. بينما باقي المسواق آخذ على كيلو يعني. هسه البصل، حتى البصل والله مرات أجيب يعني نص كيلو، لأنه ما نستخدمه بكثرة، يعني أغلب اللي بالبيت ما يحبون طعمه نهائيا، أكثر شي يحبون البوتيتا والطماطة. جبت باذنجان كيلو، فلفل كيلو، وهمينه لقيت والله باذنجان مال مقدوس، بس ما أعرف ما أخذت، ما أعرف ليش، كلش حلو شكله من هذا الصغير. وهنا أنا أخذت تشكيلة همينه من الفواكه، تمر، يعني همينه أخذت لهم تقريبا على كيلو حتى تمشينا فترة بسيطة لحد ما يجي المسواق الثاني. يعني إحنا ما نصرف هواية يعني أكلنا كلش قليل. تمام. فهذا كان المسواق مالتنا. مثل ما قلت لكم يعني حاولوا إنه كل شي تكتبوه ومن تروحون تستوقون حتى يكون كل شي قدام عيونكم، يعني ما تظلون تشترون شغلات وتنسون انتو شنو اللي محتاجيه، وترجعون للبيت تلقون انتو شغلات اللي محتاجيها كلها ما جايبيها. فأفضل أن تسوون جدول تكتبون بيه كل شي تحتاجوه حتى ما تشتبهون. وهذا كان غدانا بوقتها، سويت تمن طبخت وسويت وياه هاي الحكاكة بالخبز العيش اللبناني تموت. وعندي قيمة، أكيد كل العوائل العراقية جمدت قيمة بالمجمدة، فهمينا طلعت قيمة أكلناها. وألف عافية علي وعليكم. إن شاء الله عجبكم الفيديو، لايك وتعليق ومشاركة، وأحبكم كلش هواية. ولا تنسون تفعلون الجرس حتى كل شي أنزله بالقناة يوصل لكم. مع السلامة.